الحلوه الحمراء او النويويره اللي يمكن لينا نخرجوا منها التحميره او الفلفل الاحمر بطريقه 100% صحيه وطبيعيه. ولا كنتي اول مره كتشاهدي الفيديو ما تنسيش تابوني عندي بالقناه باش يوصلك ديما الجديد. السلام عليكم ورحمه الله، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير بصحه جيده، وكنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نشارك معكم هاد الفلفله الحمراء الحلوه الصغيره او النويويره، يعني اللي نسموها بالنويويره، واللي كتكون موجوده عند العطار. كيف يمكن لك تشريها وهي طريه، يعني باقيه طريه، يمكن لك تيبسيها في الشمس او لا في الفران، اللي يمكن لك تخدمي بها يعني ديري بها العطريه. فعلى بركه الله غادي نبدا معكم في الطريقه ديال التحضير ديال هاد التحميره من هاد الفلفله هادي اولا نويويره. فغادي ناخذوها، غادي نقشروها، يعني غادي نزولوا منها الزريعه، وغادي نزولوا منها كذلك حتى دوك العويدات اللي فيها. فغنحتفظوا فقط بديك القشر ديالها. فمن بعد ما كملتها يعني وزولت منها دوك العويدات اللي فيها، وكذلك حتى داك اللوب ديالها اللي كيكون من الوسط، والزريعه كذلك راه يمكن لينا نحتفظوا بها، يعني نغرسوها مثلا بشي غرس اللي كتعطي واحد النوره رائعه، وكتنوض هذيك الفلفله الصغيره واحد الشكل اللي هو زوين، يعني كتعطي واحد الشكل اللي هو رائع. فغنبداو على بركه الله، غادي ناخذوا هاد القشر هذا ديال هاد النويويره او الفلفله الحمراء، يعني في كلا الحالتين راه نفس الاسم. فغادي نطحنوها في الميكسور، يعني غادي نبدا نطحن هنا غير بشويه بشويه في الميكسور. فكيف ما كتشوفوا معايا عطاتنا واحد اللون اللي هو لون يعني برتقالي، يعني اللون اللي هو الليموني. غادي نوضعها هنايا في هذا الغربال هذا، يعني باش غادي نغربلها ونستمر، يعني باش نكمل نطحن هذيك الفلفله. فغادي يبان لكم واحد الفرق اللي غادي تعطيكم واحد المكون سري اللي كيخلي التحميره، هو هاد الزيت النباتيه، هو المكون السري اللي كيخلي التحميره كتعطيها داك اللون اللي هو احمر، للون اللي هو طبيعي. يعني الزيت هو المكون السري او الاساسي. فإلا لاحظتوا معايا في الاول ما دهنتهاش بالزيت نباتيه، ولكن في التالي يعني غير باش تشوفوا واحد الفرق اللي هو واضح بين الاول والثانيه. فالاولى ما دهنتهاش بالزيت نباتيه، وفي التالي دهنتها بالزيت نباتيه باش عطاتني داك اللون اللي هو يعني حميمر، يعني اللون احمر للون ديالو الطبيعي اللي مالفين كنشوفوه في يعني في التحميره. وش حاجه اللي هي كتكون يعني صحيه. وفي الاحسن يعني من الاحسن انك تشري هاد يعني الا بغيتي التحميره تشريها وهي يعني باقيه طريه، او لا تشريها من عند العطار يعني باقيه يعني باقا صحيحه ديك النويويره. ويمكن لك يعني الطحنيه، يعني كتعرفي يعني المكونات اشنو درتي بيديك، ماشي بحال الا شريتيها. فكيف ما كتشوفوا الفرق باين يعني واضح هنا بين ديك الاولى وبين ديك الثانيه اللي ضفت ليها داك الزيت نباتيه وعطاتنا داك اللون اللي هو يعني اللون الطبيعي ديالها. فالزيت النباتيه هي المكون السري اللي كيخلي ديك التحميره كتعطي هذاك اللون الاحمر، ولدرجه يعني كتوصل بانها كتحمر، يعني كتعطي داك اللون الاحمر حتى بداك الميكسور اللي كنطحنوا فيه، وكتصبغ لنا حتى في يدينا. شوفوا مثلا غير داك الصحن يعني اولا معلقه فكتصبغ فيه ديك التحميره. انا هنايا عاودت مازال غادي نطحن هذيك الاولى اللي كنت ما درتش ليها الزيت النباتيه، غادي نضيف لها واحد المعلقه صغيره يعني ديال الزيت النباتيه، وغادي نعاود نطحن باش ترجع في داك اللون اللي هو يعني اللون الاحمر، يعني باش تعطينا داك اللون الاحمر اللي مالفين كنشوفوا في التحميره. فهنا درت لكم غير الفرق بين الاولى وبين الثانيه. انا الاولى ما درتش ليها الزيت نباتيه، والثانيه درت ليها الزيت نباتيه. يعني الاولى عطاتنا واحد اللون اللي هو ليموني، والثانيه عطاتنا واحد اللون اللي هو احمر. فهذا هو المكون السري ديال هاد التحميره باش تعطينا داك اللون اللي هو احمر. فإلا لاحظتوا كتشوفوا حتى داك الصحن وداك الغربال تصبغات فيه ديك يعني
ديك التحميره، يعني داك اللون ديالها. وشي حاجه اللي هي طبيعيه، يعني شي حاجه اللي يمكن لك تصايبيها بيديك، يعني كتكون نقيه وكتعرفي اشنو يعني المكون اللي ضفتي ليها. فهنايا غادي نغربل ديك التحميره، يعني بعد ما طحنتها هنايا في هذا الميكسور كيف ما كتشوفوا الجوانب ديالو يعني تصبغوا بديك اللون ديال التحميره. فباش نقول لكم يعني شي حاجه اللي كتصاوبيها بيديك راه ماشي بحال الحاجه اللي كتشريها وانت ما عارفاش يعني المكونات ديالها، وبالتالي كتقدري تزيدها مثلا في الشهيوات ديالك، فكتعطيك واحد اللون اللي ما هوش يعني يعني اللي كتبغي. راه ماشي شي حاجه اللي كتصايبيها، ماشي بحال شي حاجه اللي كتصايبيها بيديك. فهنايا من بعد ما غربلتها وداك الفائض اللي كيبقى في الغربال كنعاود نطحنو كذلك، وحتى هو كنعاود نغربلو. كيف ما كتشوفوا صبغات لي حتى في يدي بحال اللون ديال الحنه. فهذا هو الشكل النهائي ديال هاد التحميره اللي خرجناها من النويويره اولا الفلفله الحمراء الحلوه ديك الصغيره. اللي التحميره اللي هي غير بمجرد اننا كنعرفوا حنا العطريه غير بملامسات، يعني كنلمسو هكا بيدينا، اما كنشموها اما كنديرو هكا بيدينا كنعرفوا الجوده ديال العطريه، فكتصبغ في اليدين. فكنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وهذه الطريقه اللي شاركتها معكم. فما تنسونيش بالتعليقات ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله القاكم بكل خير.